ربنا اللي بيحدد مين بيشفي ومين ما بيشفي، وربنا بيحدد الأعجوبة ايمت بتصير، ما نحن. ما الإنسان بيتحدى بيقول بدها تصير أعجوبة، الله بحكمته فقط هو بيعرف ايمت بيعمل الأعجوبة، ونحن نخضع. شو معنى هالحكي؟ ليش عم بحكي هالكلمة؟ بيقول الكتاب لا تجرب الرب إلهك. عم نسمع كتير هلأ من سبب الفيروس كورونا، ونحن جماعة المؤمنين أحيانا نتيجة تقوانا الشرعية كويس وإيماننا الكويس أنه بدنا نتحدى المرض. نحن يسوع ما بيضرنا، نحن يسوع بيحمينا، نحن منحط الفيروس بتمنا وما منموت. هذا تصرف غير حكيم. رح نعطي أمثلة. مارتقلة اللي منحبها كتير، قديسة، زتوها للسباع للأسود، ركعوا عن شو؟ اجريها، ما أكلوها. بينما القديس غناطيوس العظيم اللي كان بطرك انطاكية زتوه للسباع قام أكلوه. ليش ربنا سمح هالسباع تاكل وهون عمل أعجوبة ما أكلت القديسة؟ ربنا بيعرف، ما أنا. شعلوا نار قوية وزتوا الفتية الثلاثة بالنار، ما حرقتهم النار، وكلياتنا بنترنم بالفتية الثلاثة الأطهار في وسط اللهيب. بينما النار حرقت القديس بوليكاربوس وحرقت كثير من الشهداء القديسين. ما اجى القديس وقال انا النار ما بتحرقني، انا مسيحي. ربنا اللي بيحدد ايمت النار بتحرق وايمت النار ما بتحرق، وربنا اللي بيحدد ايمت الطبيعة بتخضع لنا وايمت الطبيعة ما بتخضع لنا. ربنا، ما انا اللي بتحدى. مار جرجس شفيعنا وشفيع الكنيسة العظيمة حطوا له سم ما أثر فيه، ولكن كثير من القديسين حطوا لهم سم وماتوا. اللي بقصد المؤمن ما هو اللي بيتحدى بيقول يا الله هلا بدك تعمل اعجوبه، وهلا النار ما بتحرقني، وهلا الحيه ما بتقتلني، وهلا القنبله ما بتموتني. هذا غباء، هيدا تصرف غير حكيم، هيدا منه ايمان. بالعكس، ربنا علمنا المؤمن يكون واعي وما يتحدى. ما انا بجبره لله ايمت بموت وايمت ما بموت، هي شغلته. هو يظهر عجائبه وعظمته مثل ما هو بيريد. ولهيك يا احبائي حابب اقول هالكلمتين حتى ما كتير نتحمس ونفكر انه الايمان ونخلط مثل ما حكيت سابقا، وبرجع بعيد، ما نخلط بين السحر والايمان. الله منه ساحر، وما بنطحش يعني نحن هيك جهله غير حكيمين انه منواجه انه الله هلا نحن مسيحيين برسم صليبي وانا ما بموت. شو هالحكي هذا؟ ما هيك ربنا بيعلمنا. ببقى برسم صليبي وببقى مؤمن، ولكن اذا بموت ولا ما بموت، اذا بمرض ولا ما بمرض، هيدي ربنا اللي بيحدده، ما انا اللي بتحدى ولا اكون متكبر. نحن نقارب الايمان يا احبائي بالتواضع. يعني المؤمن هو متواضع، ما بيتحدى، ما بيتحدى الله. يعني بدنا نخضع له. المؤمن هو اللي بيقول يا رب، مثل ما بنقول دايما لتكن مشيئتك، ارادتك، ما انا شو بريد، شو انا بشوف الكويس. ولهيك وقتها بتنفتح لي باب الاعجوبه، وقتها بشوف الاعجوبه في الدنيا، وقتها بشوف نور ربنا في حياتي.